عمرك تساءلت ازاي بيتم تشخيص الأمراض؟ الأمراض ممكن تتشخص بطرق كتير، ومن الطرق ديت تقنية الإلايزا. تقنية الإلايزا واللي هي اختصار ل Enzyme Linked Immunosorbent Assay، هي طريقة بتستخدم في الكشف عن مواد معينة موجودة في العينة وقياس تركيزها، والعينات دي ممكن تكون antibodies، peptides، هرمونز، وجلايكوبروتينز، والفيروسات. طب ايه هي فكرة عمل تقنية الإلايزا؟ الفكرة ببساطة ان الانتي بودي بيرتبط بالانتيجين، ودي بالظبط الحاجة اللي احنا عايزين نقيسها في العينة. الانتي بودي اللي احنا بنستخدمه بيكون مرتبط بإنزيم معين، ولما بندي التفاعل السبستريت اللي بيشتغل عليه الإنزيم بيحوله لبرودكتس، والبرودكتس ديت بتكون ملونة عن طريق اللون، واللي ممكن نعتبره إشارات، واللي من خلاله ممكن نقيس شدة اللون، وعن طريقه نعرف التركيز بتاع العينة. وبالتالي كل ما تزيد كمية البرودكتس الملونة، دي معناه إن الأنتيجين موجود بكمية كبيرة جدا في العينة، وكده قدرنا نقيس التركيز بتاع الأنتيجين. طب الإلايزا ليها أنواع؟ طبعا ليها أنواع. الأنواع بتتقسم على حسب طرق القياس وإزاي الأنتي بودي بيرتبط بالأنتيجين، فبيكون عندنا 4 أنواع: الدايركت إلايزا، والاندايركت، والساندويتش، والكومبيتيتيف إلايزا. وأول نوع معانا وهو الدايركت إلايزا. في النوع ده من الإلايزا بيكون الأنتيجين موجود على سطح الميكروبليت، وبعد كده هيجي الأنتي بودي اللي عامل كونجيوجيشن مع الإنزيم يرتبط بيه الأنتيجين، وبعد كده الإنزيم هيحول السبستريت لبرودكت ملونة نقدر نقيس تركيزها. النوع التاني وهو الاندايركت إلايزا، وفي النوع ده بيكون فيه برايمري انتي بودي بيرتبط الأول بالأنتيجين، وبعد كده بيرتبط بيه secondary antibody وبيكون conjugated مع الإنزيم، وبعد كده السبستريت هتضاف وتتحول عن طريق الإنزيم للكالرد برودكت. النوع الثالث وهو الساندويتش إلايزا، وفي النوع ده بيكون معانا 2 antibody. أول واحد وهو الكابتشر antibody، ده بيكون متثبت على سطح الميكروبليت. الأنتيجين أول ما يضاف للعينة هيرتبط بالكابتشر antibody، وبعد كده هنضيف السكندري antibody اللي هو بيكون مرتبط بإنزيم هيحول السبستريت لكالرد كومباوند. النوع الرابع والأخير وهو الكومبيتيتيف إلايزا. في النوع ده من الإلايزا بيكون الأنتيجين والبرايمري أنتي بودي في حالة بري انكيوبيشن، يعني محطوطين في التست تيوب بقالهم فترة وحصل ما بينهم ارتباط، ومعنى كده إن كل ما الأنتيجين تركيزه يزيد في العينة هيحصل ارتباط أكتر بينه وبين الأنتي بودي، وبعد كده هنضيفهم للميكروبليت واللي بيكون متثبت عليه الأنتيجين، واللي هو لازم يكون من نفس النوع طبعا. وهنا الأنتي بودي بس اللي مرتبطش بالأنتيجين لما كان معمول ليهم انكيوبيشن هو اللي هيرتبط بيه الأنتيجين اللي موجود على سطح الميكروبليت، وده معناه إن تركيز الأنتيجين في العينة هيتناسب تناسب عكسي مع الكالرد برودكتس اللي هتطلع، وده النوع الوحيد من أنواع الإلايزا اللي بيكون فيه التناسب عكسي مع الكالرد برودكتس.